اولا ربنا يحفظ لك بنتك، بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. لو بتفكر ان انت تاخد الخطوه دي بجد، حاول تاخدها قبل ما بنتك تعدي 18 سنه. يعني ربنا يحفظها لك، هي دلوقتي 17 سنه. طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ انا بقول لك الكلام دوت اول حاجه عشان خاطر بنتك دي هي اللي هتخليك تاخد اقامه بشكل اسرع في البرتغال، وهتدخلها المدرسه ببلاش. طبعا الاقامه هتكون ليك او للزوجه كحاضنه. بعد كده انت بتعمل حاجه اسمها لم الشمل. لو الام خدت الاقامه بتقدر تحصل انت على الاقامه، لو انت خدت الاقامه بتقدر برضو تديها لزوجتك عن طريق لم الشمل الداخلي، وبتدخل مدارس ببلاش وصحه ببلاش. وانت ممكن كمان بتقدم على حاجه اسمها المانيفستو سو. بس طبعا اول ما بتروح هناك بتعمل رقم النيف والنيس اللي هو الرقم الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي ليك ولزوجتك ولبنتك، وبتطلع حاجه اسمها شهاده سكن. وبتدخل بنتك مكان ما انت بتسكن، لان المدرسه اللي انت هتدخلها فيه لازم تكون في نفس المكان اللي انت ساكن فيه، فهيطلبوا منك شهاده السكن اللي بيسموها في البرتغال الجونتا. وصدقني هتاخد الاقامه وربنا يوفقك في حياتك. بس انا بقول لك بجد، لو انت عاوز تاخد الخطوه دي حاول تاخدها بسرعه عشان خاطر هتفرق معاك. لان لو بنتك عدت 18 سنه الموضوع هيبقى صعب معاك، هتستنى لحد سنه و10 شهور زي ما حصل معايا عشان اخد الاقامه. فده هيوفر عليك وقت كتير، وفي نفس الوقت انت مش هتدفع حاجه، بنتك هتتعلم ببلاش، ويعني كبدايه ليك هتبقى كويسه. بالنسبه بقى ان انت عايز تفتح سوبر ماركت او تفتح اي بيزنس عموما، انا اشجعك. لان انا لو كنت لقيت حد قال لي الكلام ده انا كنت عملت كده، بدل ما كنت رحت في الاول وصرفت فلوس كتير وضيعت فلوس كتير. كنت ممكن في البدايه اعمل مصلحه، بس للاسف انا المعلومات دي عرفتها بعد فوات الاوان وبعد ما كانت الفلوس اللي معايا خلصت. ما كنتش لاقي حد يساعدني، وانا طلعت قلت الكلام ده للناس وقلت قصتي. واتمنى ان انا اقول اي معلومه لاي حد يستفاد بيها، عشان خاطر انا مش خسران حاجه لما اطلع اديك معلومه. يعني انت هتستفاد بيها وغيرك هيستفاد بيها. اكيد هتدعوا لي، يعني مش هتدعوا عليا. بس ده اللي انا عايز اقوله لك، وربنا يوفقك في حياتك يا رب. وتحياتي لشخصك المحترم، وسلام عليكم. عليكم السلام.